السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتين، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارته للصين. المؤسسات الصحية في إقليم جنوب البحر تقدم خدمات ناجعة. تنظيم منافسات رياضية في مركز تدريب قوات الدفاع. معطل 48 شخصا على الأقل في انفجار شاحنة وقود في نيجيريا. لافروف يحذر من الرياض بأن الشرق الأوسط على شفا حرب شاملة. الصين وروسيا تجريان مناورات عسكرية هذا الشهر. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عاد فخامة الرئيس إسياس أفورقي إلى البلاد ليلة 8 سبتمبر مختتما زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية بدعوة من الرئيس شي جين بينغ. وتوجه الرئيس إسياس أفورقي إلى الصين في 31 من أغسطس الماضي للمشاركة في قمة الشراكة الصينية الأفريقية التاسعة التي التأمت من 4 وحتى 6 سبتمبر. والتقى الرئيس إسياس أفورقي على هامش الاجتماع بنظيره الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي جيانغ في القصر الجمهوري، وبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى الرئيس إسياس أفورقي في العاصمة الصينية بكين رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وقام الرئيس إسياس أفورقي بزيارة مقاطعة الشانشي الصينية وتفقد معهد يانغ لينغ الزراعي ومعهد تطوير التقنيات الزراعية ذات استهلاك المياه القليلة ومصنع شانشي للسيارات ومحطة اللونغي للطاقة الخضراء. رافق الرئيس إسياس أفورقي في الزيارة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. أفاد مسؤول مكتب الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر أن الاستفادة من المؤسسات الصحية تحقق تطورا ملحوظا، وأوضح بأن حملات التوعية الصحية الجارية بالذهاب إلى المناطق الريفية البعيدة ساعدت في رفع الوعي الصحي. وأشار إلى أن غرف انتظار الحوامل المشيدة بالقدرات الشعبية في جميع المديريات ساهمت كثيرا في الولادة لدى المؤسسات الصحية. وذكر أن تغطية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية الروبيلا بلغت 99.9% وفيتامين ألف 99%، مشيدا بالتعاون الفعال لتنفيذ إعلان السيطرة على التدخين. توجد في إقليم جنوب البحر الأحمر 12 عيادة و5 نقاط صحية و3 مستشفيات تضم 302 مهني صحي. قدم رئيس الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إرتيا السيد صالح أحمد دين في 4 سبتمبر الجاري سيمينار بعنوان دور الشباب في التنمية والصمود الوطني ل300 مشارك من مدراء المديريات ومسؤولي مكاتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وممثلو اتحاد الشباب والطلبة وممثلات الاتحاد الوطني للمرأة الإرترية بإقليم عنسبة. أشار السيد الصالح إلى أن التاريخ عبارة عن مسيرة أجيال وإنجازاتهم التاريخية، مع العلم بأن فئة الشباب كانت من أهم المؤثرين في كل مرحلة من المراحل، موصيا كافة الدوائر المعنية على التكاتف لتوجيه وتنظيم وتأهيل الشباب للمضي في الخطة الوطنية والمسيرة التنموية. وأعرب في الختام عن أمله بمواصلة الجهود التي تبذل لتوسيع مدى تنظيم الشباب الذي وصل إلى مستوى الضواحي، شاكرا القائمين على العمل. نظم قسم خدمات الرقابة الإقليمية بعنسبة التابع لوزارة الزراعة دورة تدريبية حول سلامة غذاء الإنسان والحيوان استمرت لشهر. تضمنت الدورة التدريبية المقدمة في مديريات قلب وحمل مالة وعلا برعد وكرنه توخي السلامة في إنتاج وجميع وتصنيع الأغذية البشرية والحيوانية ووسائل السلامة التي يجب اتباعها من قبل المزارعين في مزارعهم، والتقنيات المناسبة لمنع التلوث والأدوية البيطرية واستخدامها. ونصح الخبراء المزارعين باتخاذ الاحتياطات الجادة والامتناع عن استخدام الأدوية الحيوانية المستوردة وإبلاغ الجهات المختصة في حالة حدوث ذلك. ومن جانبهم حث المشاركون على تنظيم وتحديث مثل هذه المحاضرات بشكل مستمر لما لها من فائدة في أنشطتهم.
وقال مسؤول فرع خدمات الرقابة الإقليمية في إقليم عنسبة السيد دانيال محاري أن الهدف من التدريب هو إنتاج وتوريد أغذية آمنة للإنسان والحيوان. خرج الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في 4 سبتمبر الجاري 169 شابا، من بينهم 89 شابة من دورة تدريبية إدارية. تضمنت الدورة محاضرات عن مفهوم الإدارة والقيادة وآداب القيادة وتنظيم وإدارة برامج عمل، بالإضافة إلى التنظيم والقيادة وأساليب التشاور وتبني الأفكار وإدارة العمل الجماعي، فضلا عن الكفاءة الذاتية. وأفاد مسؤول الاتحاد في الإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو في كلمته بأن الدورة جزء من عمل الاتحاد لتنظيم وتأهيل الشباب في كافة المجالات. وأوضحت سكرتيرة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيدة أمتي نوغوسي ومسؤولة متابعة فروع الاتحاد بالأقاليم السيدة هيلين أمينة أهمية الدورة، معربتين عن أملهما لقيام المشاركين بأدوار مؤثرة. تنظم في ساوة من الأول من سبتمبر المنافسات الرياضية الداخلية لمركز تدريب قوات الدفاع. حضر مراسم الافتتاح قائد مركز تدريب قوات الدفاع اللواء رمضان عثمان أولياء وقادة مركز التدريب والضيوف المدعوين. تشمل المنافسات الرياضية كرة القدم والسلة والطائرة وألعاب القوى للجنسين. مشاهدينا، كانت هذه الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فكونوا معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قالت وكالة إدارة الكوارث في نيجيريا أن 48 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار شاحنة وقود عقب اصطدامها بسيارة أخرى في شمال المنطقة الوسطى من الدولة الواقعة في غرب القارة الإفريقية، وفقا لرويترز. وأضافت الوكالة أن شاحنة الوقود اصطدمت بأخرى تقل مسافرين وماشية، وأن عدة مركبات أخرى تضررت أيضا جراء الحادث. وقال المتحدث باسم الوكالة حسين إبراهيم أن عدد قتلى الحادث وصل إلى 48 شخصا. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الشرق الأوسط أصبح على شفا حرب إقليمية كبرى إذا لم يتم تسوية ملفاته جميعا. جاء ذلك خلال الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا على المستوى الوزاري المنعقد في العاصمة السعودية الرياض. وأضاف لافروف: لقد أصبح الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى، وروسيا تعمل مع جميع الأطراف للحيلولة دون ذلك، وفق قناة روسيا اليوم. أعلنت الصين أنها ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا هذا الشهر، في حين يسعى البلدان الحليفان إلى تعميق العلاقات. وأوضحت وزارة الدفاع الصينية أن القوات البحرية والجوية ستشارك في مناورات نورث جوينتي 2024 في المجال الجوي وحول بحر اليابان وبحر أخوتسك قبالة الساحل الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: تهدف هذه المناورة العسكرية إلى تعميق مستوى التعاون الاستراتيجي بين الجيشين الصيني والروسي وتعزيز قدرتهما على التعامل بشكل مشترك مع التهديدات الأمنية. وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين سيرسلان أساطيل بحرية إلى مناطق بحرية في المحيط الهادي، وذلك للقيام بدورية بحرية مشتركة. كما ستشارك الصين في تدريبات الاستراتيجية الروسية أوشن 2024، ولم تحدد الوزارة الموعد المحدد للمناورة العسكرية المشتركة. في الخبر الأخير في هذه النشرة: قتلت 59 شخصا في شمال فيتنام جراء الإعصار ياغي، على ما أظهرت حصيلة جديدة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية. وأسفر الإعصار ياغي، وهو الأقوى الذي يضرب شمال فيتنام منذ 30 عاما، عن انهيار جسور واقتلاع أسقف أبنية وتضرر مصانع، بعد ما وصل اليابسة مصحوبا برياح زادت سرعتها عن 149 كيلومترا في الساعة. وتأثر عمل المصانع في شمال فيتنام الذي يشكل مركز إنتاج رئيسيا لشركات تكنولوجية عالمية مثل سامسونج وفوكسونج. ويعاني شمال فيتنام أيضا فيضانات فيما غمرت المياه شوارع بلدات عدة. وكان الإعصار ياغي تسبب بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في جنوب الصين وفي الفلبين قبل أن يضرب فيتنام.
مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارته للصين. المؤسسات الصحية في إقليم جنوب البحر الأحمر تقدم خدمات ناجعة. تنظيم منافسات رياضية في مركز تدريب قوات الدفاع. معطل 48 شخصا على الأقل في انفجار شاحنة وقود في نيجيريا. لافروف يحذر من الرياض بأن الشرق الأوسط على شفا حرب شاملة. الصين وروسيا تجريان مناورات عسكرية هذا الشهر. انتهت نشرة هذا المساء، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.